مساء الخير. ألف مبروك لمصر والمصريين على دخول مصر في منظمة البريكس. البريكس ده ما عبارة عن إيه؟ أفهمكم، طبعا أكيد كلكم عارفين، سمعتوا اليومين اللي فاتوا، بس برضو للي مش عارفين، هو مجموعة دول متقدمة نامية، زي روسيا، زي جنوب أفريقيا، زي الصين، زي الهند. كانوا عاملين اتحاد، إن هم يتعاملوا مع بعض بالعملة المحلية بتاعتهم. وانضمت بعد كده قدمت مصر و50 دولة، وما تقدمش ما نجحش منهم غير كذا دولة، منهم مصر والإمارات والسعودية. وطبعا كلنا فرحنا وجالنا أمل، وأخيرا خرجنا من عنق الزجاجة، أخيرا خرجنا من هيمنة الدولار على أسعارنا. ارتفاع الأسعار في كل حاجة، في السلع وفي العربيات وفي الأكل وفي الشرب، في كل حياتنا كان الدولار معلي قوي الأسعار. هنا نقول بادرة أمل وبداية جميلة للأمان للمصريين. وطبعا هو مش هتبقى في يوم وليلة، لازم طبعا بنصبر لحد ما نبتدي نستورد ونبتدي ناخد منهم باسعارنا المحليه. هتبتدي العربيات تنزل اسعارها، هتبتدي الحاجات اللي كنا بنجيبها بالدولار ونقول ليه غليت وليه الاسعار غليت، هنبتدي نحس بامل، ونحس ان الاسعار رجعت تاني زي الاول زي ما احنا عايزين. الحمد لله عندنا حكومه واعيه وقادره على تحمل المسؤوليه. الحمد لله، لازم زي ما كنا بننقد حاجات كتير في الحكومه، لازم نشجع انها عرفت تدخل في هذا التحالف الجميل، اللي انا حقيقي من جوايا فرحانه قوي للمصريين. عايزه اعمل الفيديو ده من يومين، بس مشغوله جدا، فاضطريت ان انا لازم اعمله حتى لو بالليل قوي، لان انا فرحانه قوي قوي باللي حصل، وحاسه في امان في ان انا بكره هيبقى حلو. ده ما كانش عندنا الاحساس ده، ان احنا كان عندنا مفيش امل في اي حاجه، والدولار فيه تعويم تاني وهيغلى والحاجات هتغلى تاني. كل المصريين كنا بنقول كده، صح ولا لا؟ دلوقتي بنقول ايه؟ الحمد لله، الحمد لله في بادرة امل ان احنا مش الدولار تاني مش هيتحكم فينا. الحاجه ان شاء الله مش هتغلى اكتر من كده. واوعدكم ويوعدكم الحكومه وتوعدنا يا رب بقدرتك علينا وعلى المصريين. الرحمه طبعا من عند ربنا سبحانه وتعالى، ثم من الاداره الحكيمه بتاعتنا، ومن قياده الرئيس السيسي. دايما بندعمك وهنفضل طول عمرنا ندعمك، ولازم نقول مميزاتك. انت عملت لنا طرق حلوه، عملت لنا مستشفيات حلوه، عملت لنا حاجات مميكنه، بنطلع البطاقه في لحظه. في حاجات كتير انا مش قادره غير الطرق الجميله. كان ليا كذا حاجه على الطريق الساحلي، ان ليه يتعمل في فتره الصيف، كان ممكن جدا زي دلوقتي يبتدي يتعمل. لكن انتوا بتحاولوا ان انتوا تنجزوا حاجات، في بقى ناس بتعوقوا حاجات، بتعوقوا السيوله، فاتاخرت الحاجات فاضطريتوا تعملوها متاخر. كل ده يعني كان لازم يتظبط. الحمد لله، الحمد لله اتعمل وطريق ساحلي جميل دلوقتي. بس زي ما كنت ما بقول عيوب لازم اقول مميزات، لان طبعا احنا هنا بننشر، ان كانت القناه بتاعتي انا بقول نبض الشارع المصري، ايه اللي حسه الشارع المصري. فالنهارده الشارع المصري لازم يفرح كله، لازم يعني يبقى من جواه فخور ان بلده دخلت في حاجه. لو هم مش واثقين في بلدنا وان ما فيهاش امل، ما كانوش ابدا دخلوا بلدنا. هم عارفين ان المصريين طول عمرهم طموحين وصبورين، والمصريين ما فيش زيهم ابدا في جدعنتهم وفي شهامتهم وفي شغلهم وفي ذكائهم وفي كل حاجه. انا مش مصريه متعصبه ولا حاجه، بس هو احنا فعلا كده. ارجوكوا لازم نبقى ايد واحده، ولازم نقول ان شاء الله هتعدي، وايام الصعبه راحت وهتبدا ايام جميله. وكنت لازم اقول لكم كده عشان تناموا كلكم مطمنين، واحس ان انا قلت لكم حاجه مفرحه شويه بدل الايام اللي فاتت كلها كانت فيديوهات قاسيه شويه. ويا رب يكون الفيديو وصلكم، والسلام عليكم.